وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي أنزل كتابه المجيد على أحسن أسلوب، وبهر ببيان أساليبه وبلاغة تراكيبه القلوب. أنزل آيات بينات وفصله سورا وآيات، ورتبه بحكمته البالغة أحسن ترتيب، ونظمه أحسن نظام بأفسح لفظ وأبلغ تركيب. والصلاة والسلام على إمام البلقاء وسيد الفصحاء، أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الذين كانوا فصحاء وبلقاء. المشاهدين والمشاهدات الأعزاء، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وما زلنا في عصر صدر الإسلام، ونتناول في هذه الحلقة الأدب العربي في صدر الإسلام. أحدث ظهور الإسلام تحولا جذريا في حياة الأمة العربية، ونقلها من طور التجزئة القبلية إلى طور الوحدة في إطار دولة عربية تدين بالإسلام وتتخذ القرآن مثلا أعلى. وكان لا بد لهذا الحدث العظيم أن ينعكس صداه القوي في الحياة الأدبية لهذه الأمة شعرا ونثرا. فقد قضى الإسلام على سجع الكهان الذي كان مرتبطا بالوثنية الجاهلية، ونهى الخطباء عن محاكاة ذلك السجع في خطبهم، وظهر لون من الخطابة يستقي فنه من ينابيع الإسلام. وأخذ الشعراء يعزفون عن النظم في الأقراض التي كانت حياة العرب في الجاهلية تدعو إليها، واتجهوا إلى أقراض دعت إليها البيئة الإسلامية كشعر الجهاد والفتوحات والشعر الديني. وأصبح شعرهم يدور حول معان تتصل بالقيمة والمثل الأعلى، تتصل بالقيم والمثل الإسلامية. وقد أوجد الإسلام مبادئ خلقية تلائم تعاليمه وروحه، فانعكست هذه المبادئ في النتاج الأدبي. وأصبح شعرهم يدور حول معان تتصل بالقيم والمثل الإسلامية. وقد أوجد الإسلام مبادئ خلقية تلائم تعاليمه وروحه، فانعكست هذه المبادئ في النتاج الأدبي في ذلك العصر. ولو تتبعنا لفظ الشعر والشعراء في القرآن الكريم لوجدنا أنها وردت في 6 مواضع. في 5 منها يحكي القرآن ما حاول كفار قريش أن يلصقوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول ابن رشيق
فأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فهو غلط سواء تأول، لأن المقصود من هذا النص الشعراء، ذم الشعراء في هذه الآية يقصد بها شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء ومسوه بالأذى. وأما من سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يريد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء هم كعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. جاء في سير أعلام النبلاء قال ابن سيرين كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. قال عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال يا رسول الله قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل. قال إن المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. قال ابن سيرين أما كعب فكان يذكر الحرب يقول فعلنا ونفعل ويتهدد، وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم، وأما ابن رواحة فكان يعيرهم بالكفر. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد يتفاعل مع قصيدة النابقة الجعدي رضي الله عنه ويفتخر الشاعر بذلك. كان يقول الصحابي الجليل الشاعر النابقة الجعدي بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين المظهر يا أبا ليلى؟ قلت الجنة. قال أجل إن شاء الله. ثم قال ولا خير في حلم إن لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إن لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له لا يفضض الله فاك مرتين. أول شاعرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو المنذر ابن حرام بن عمرو بن زيد من بني النجار، وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال أبو عبيدة فضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام النبوة، وشاعر اليمن. شعر حسان في مدح الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فقال وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في لناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا،
سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. وشعر حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أقر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصغيل المهند، وأنذرنا نارا وبشرنا جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. وكذلك قال في بيتين جميلين من شعره: وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وبعد ذلك نقف في هجاء أبي سفيان، يهجو هذا الشاعر الصحابي الجليل أبا سفيان ابن حرب، لأنه أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا كان يدافع وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أبلغ أبا سفيان عني، فإن اللؤم معدنه حراك، تسامى عصبة من فرع فهر، وقد أعيت مساعيهم أباك، ذؤابة هاشم والفرع منهم، وقد قصرت عن العليا يداك، ألسنا معشرا نصروا وآووا، وخصهم المليك بفضل ذاك، هم صدقوا ببطن الشعب ضربا، وطعنا في نحوركم دراكة، رسول الله والأبطال منا، وما تحمي لدى هيج حماك، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذلك جزاء، هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ونجد هذا الشاعر يهجو المشركين، لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن حسان ابن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبه؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فيقول في هجاء المشركين: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مسقيات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم، يعين الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رثى هذا الشاعر الكريم الصحابي الجليل حسان، حيث يقول: ما بال عيني لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد، جزعا على المهدي أصبح ثاويا،
يا خير من وطئ الحسى لا تبعدي جنبي يقيك الترب لهفي ليتني غيبت قبلك في بقيع القرقد. وإلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. أهلا ومرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأعزاء. الآن مع الشاعر الثاني وهو عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه من شعراء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الخزرج. وكان عبد الله ابن رواحة يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في شعره، فقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع وأعلم علما ليس بالظن أنني إلى الله محشور هناك وراجع. وكذلك يقول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا يا آل هاشم إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا نجالد الناس عن عرض فنأسرهم فينا النبي وفينا تنزل السور وقد علمتم بأن ليس يغلبنا حي من الناس إن عزوا وإن كثروا. هكذا. وأما في غزوة الخندق كان لشاعرنا موقفا عظيما في أثناء المعركة. كان أبو رواحة أحد القلائل في عصره الذين يحسنون القراءة والكتابة كما ذكرنا، كان من كتاب، كما أنه كان يتمتع بموهبة إنشاد الشعر والذي عمل تسخيره في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في غزوة الخندق وهو يشجع المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويتفاعل مع هذه القصيدة، يقول الشاعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بقوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان يردد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: أبينا أبينا. وفي غزوة مؤتة التي استشهد فيها هذا الصحابي الجليل مع جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، فكان القائد الثالث بعد استشهاد القائد الأول وهو جعفر بن أبي طالب، والثاني هو زيد بن ثابتة. وقد حدثته نفسه بأن لا يقدم على هذه المعركة، ولكن كان يقالب نفسه، وقال قصيدة أو أبيات في قصيدة صغيرة
يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدوا رنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد سليت، وما تمنيت فقد لغيت، إن تفعلي فعلاهما هديت. والشاعر الثالث في هذا العصر صدر الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو كعب بن زهير ابن أبي سلمة رضي الله عنه. ومعروف زهير بن أبي سلمة هو من شعراء الجاهلية ولم يسلم، ولكن كعب أسلم ودخل وحسن إسلامه، وقال قصيدة جليلة في عهد الإسلام. كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني صحابي جليل معروف، شاعر عالي الطبقة من أهل نجد، لأن الأسرة كلها كانت من شعراء، أبوه وأخوه وابناه هكذا، حتى أخته سلمى كانت شاعرة، وهو ولد في بيت شعر. ولما ظهر الإسلام هاج النبي صلى الله عليه وسلم وأقام يشبب بنساء المسلمين، فهدر النبي دمه. من الشعراء الذين أهدر دمهم كان هذا الصحابي الجليل قبل أن يسلم، كعب ابن زهير، وقد أسلم وأنشد لاميته المشهورة، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وخلع عليه بردته، لذلك سمي بالبردة. هذه القصيدة الجميلة التي بدأها بالغزل كعادة شعراء العرب أو شعراء الجاهلية. فيقول في قصيدته التي عرفت ببان السعاد، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد، وهي القصة التي أنشد فيها قصيدته المشهورة بان السعاد. فهو يعتذر في هذه القصيدة، ولكن كما قلنا كعادة الشعراء العرب بدأ بمقدمة غزلية: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكفول. هذه بيت من مقدمة غزلية، ولكن اختصرنا. فيقول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذاره عما بدر منه في الجاهلية: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، وكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم أذنب، ولو كثرت علي الأقاويل، إن الرسول لنور يستداء به، مهند من سيوف الله مسلول. هذه القصيدة الجميلة التي سعى بها الركبان، وأصبحت قصيدة إسلامية جميلة. وكذلك مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصيدة الطويلة، فيقول في مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابق قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم ما إن لهم عن حياض الموت تهليل. هكذا قال كعب بن زهير فلما ختمت القصيدة رمى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه فسميت قصيدة البردة لهذا الصحابي الجليل. ومن فنون الأدب العربي في عصر صدر الإسلام الخطابة. كان ظهور الدعوة الإسلامية حدثا عظيما وتحولا بارزا وضخما في تاريخ الإنسانية، حيث بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وبعد أن كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وبعد أن أسنت الحياة وفسدت بما ضل الناس طريق الله رب العالمين وصراطه المستقيم. ولقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته من رب العالمين وقد أمر بإعلانها وتبليغها، فلم يسعه إلا القيام بما أمره الله به. قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فقام البشير النذير صلى الله عليه وسلم يدعو بدين الله، فطرق مساميع البشرية صوت هذا الداعي الجديد، وأقبل الناس ينظرون ما الأمر، فكان منهم من شرح الله صدره للإسلام فكان على نور من ربه، ومنهم من أعرض واستكبر ونأى بجانبه وولى وأدبر واتبع هواه وحارب دعوة الله، فصار للدعوة مناوئون كما كان لها ممالئون، فأنصارها يدعون إليها ويزودون عنها، وأعداؤها يحاربونها ويصدون الناس عن طريقها. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله في برنامج في شرف العربية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.